السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر لكم على التطورات المحتملة اللي غتشهدها دبابة الام ستيل المغربية. وكما كنعرفوا فإن الجيش المغربي يمتلك أعداد كبيرة من هذه الدبابة اللي كتعتبر عمود فقري للدبابات المغربية نظرا لأعدادها الكبيرة. شهدت دبابة الام 16 باتون عملية تحديث واسعة لمواكبة التطورات التكنولوجية، بحيث ركزت العديد من الدول على ترقية مدفعها الرئيسي من عيار 105 مم إلى 120 مم. ومن بين أبرز هذه الجهود برزت مساهمة شركة رايثون الأمريكية في تطوير أنظمة متقدمة لهذه الدبابة. سنستعرض في هذا الفيديو مشروع تحديث من الرايثون مع تحليل مفصل للتعديلات التقنية والتحديات التي واجهتها، ونستهل بنظام التحكم الناري المتطور FCS Fire Control System. قامت رايثون بتصميم نظام تحكم ناري متكامل خصيصا لدبابات الام 60 المحدثة، ويتضمن حاسوب باليستي رقمي متطور له القدرة على حساب مسارات القذائف بدقة عالية، تكامل مع مستشعرات الرياح والرطوبة، وتحديث تلقائي لبيانات الهدف. وكتميز أيضا بين نظام رؤية حراري من نوع ال AN VSG جوج كيمتاز بمدى كشف كيوصل 3000 متر، خلافا للنسخة الأقدم اللي كان كيوصل ل 2000 متر فقط. وكيمتاز أيضا بدقة تصوير عالية في جميع الظروف الجوية، وتكامل مع أجهزة الليزر لقياس المسافة بالتكامل مع مدفع عيار 120 مم. تم تصميم النظام ليدعم عدة أنواع من المدافع 120 مم، بما في ذلك الام 256 الأمريكي والام جي 253 الإسرائيلي والأوتوميلارا الإيطالي، مع إمكانية التكيف مع خصائص كل مدفع من حيث قوة الارتداد وسرعة الطلقة وأنظمة التبريد. أيضا تم تزويد الدبابة بشاشات عرض رقمية بدلا من الأنالوج، ونظام تحكم موحد في لوحة القيادة مع تكامل أنظمة الاتصال الحديثة. وبالطبع لمواكبة هذه التعديلات وجب قيام بتعديلات هيكلية كتركز على تعزيز الهيكل البرج لتحمل قوة ارتداد 120 مم، وتعديل حجرة الذخيرة، وتقليل السعة من 63 إلى 40 قذيفة، مع نظام تخزين أكثر أمانا، مع تحسين نظام التعليق واتصالات بيانات رقمية وأنظمة الإنذار المبكر. التحديات التقنية والحلول. أول تحدي هو التوازن والوزن. المشكلة زيادة الوزن بمقدار 2 إلى 3 طن. الحل ما هو ترقية المحرك إلى 1000 حصان وتعزيز نظام التعليق. تحدي الارتداد. المشكلة زيادة قوة الارتداد بنسبة 40%. الحل تركيب ممتص صدمات جديد وتعديل نظام تثبيت المدفع. وبمقارنة الأداء قبل وبعد التحديث، كنلاحظ أن الدبابة قد تمتاز بقدرات قتالية أكبر، بحيث النسخة القديمة كان فيها المدى الفعال للاشتباك هو 2000 متر، بينما النسخة الجديدة كيوصل 3000 متر. ومعدل الإصابة ارتفع من 65% إلى 85%. أما القتال الليلي فقد كان محدود، أما في التطوير الجديد أصبح ذو كفاءة عالية. أما الجدوى العملياتية للتحديث، الإيجابيات كتمثل في زيادة الفاعلية، تحسن كبير في القدرة القتالية، توفير تكاليف أرخص من شراء دبابات جديدة. يقدم تطوير رايثون حلا عمليا لدول ترغب في تعزيز قدرات دبابات الام 60 دون تكاليف باهظة. ورغم أنه لا يحول الدبابة إلى منصة حديثة بالكامل، إلا أنه يمنحها قدرات قتالية محسنة بشكل كبير. وبعد التطوير نلاحظ تحسن كبير في القدرة القتالية مع تكلفة أقل بنسبة 60% مقارنة بشراء دبابات حديثة. يمثل تحديث الام 60 بمدفع 120 مم حلا عمليا لدول تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية بميزانية محدودة. ورغم قيود الهيكل الأساسي، فإن التحديثات التي قدمتها الرايثون وغيرها كتمنح الدبابة القديمة قدرات قتالية